السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل والورد والياسمين، صباح الرضا من رب العالمين. النهارده احنا عملنا الفيديو متأخر شوية فعملته الصبح، ما قدرتش اعمله امبارح خالص. تعالوا بقى نصلي على النبي ونشوف الغداء ايه بتاع امبارح. بصوا عملنا حاجات جميلة. كنت جايه من البلد تعبانة جدا واخترت اسهل حاجة. كنت جايبة فرخة معايا وانا جاية بلدي، وكان عندي وركين عملتهم. البامية دي كنت جايباها برضو من البلد، قلت اعملها اشيلها في الفريزر تنفع يعني. ما قدرتش اعملها بقى لان هي ايه تحتاج شغل شويه. انا اخترت ايه حاجه سهله اعملها بسرعه وخلاص. انا جبت حته شويه زيت على حته ليا كده، قطعت بصلتين وايه، وهعمل كوسه مطبوخه على السريع كانت عندي، خفت لا تبوظ فقلت اخلص منها، انه كنت شارياها بقالها كذا يوم في التلاجة. انا عملت القوطه وصفيتها. بصوا يا جماعه القوطه بيطلع منها ايه، يعني بحذركم ان انتوا تحطوا القوطه من غير تصفيه، حتى لو حبه صغيرين تحمر وبتبقى كويسه، تديكي نفس النتيجه في الاخر. انا صفيت اهو، حطيت على طول، حطيت ملح وفلفل وبابريكا وشويه بهارات، فصين ماجي. ده للكوسه. هنسيب بقى القوطه تتسبك وبعدين نبقى ايه نحط شويه. بصوا شايفين المنظر، مع ان هي نفس الكميه اللي انا بعملها بس صفيتها الاول بس خلاص. وبعدين ايه نكمل بقى اللي بعده. هنا عملنا الكوسه وبعدين هنشوف هنعمل ايه تاني. طبعا الفرخه كانت بلدي وكانت يعني بتبيض فخدت سوا شويه، بس ده بقى جاي لي هديه فطلعته. قلت ايه استفدت كده، كان نفسي في كتر بصراحه بقالي فتره، لقيت اختي عامله لي مفاجاه وجايبهولي. عجبني جدا وعجبني لونه كمان، اللون ده حلو قوي. كنت نفسي في الازرق بس ما كانش موجود، جابت لي ده. غسلته، قلنا نشغله بقى. محتاج ميه سخنه عشان نزود الفرخه. شلت الوراك وسبتها هي بقى ايه تستوي مع نفسها كده شويه. كل ده على فكره انا ما حطيتلهاش لسه الملح، قلت في الاخر ابقى ارجع الوراك تاني وهحط الملح بتاعها. بس هنا طبعا هنعمل رز حبه وحبه، ما كانش عندي شعريه برضو ومكنتش عايزه اعطل. بصراحه الكوسه لما بتعملي جنبها رز حبه وحبه ده بيبقى طعمه حلو قوي. بس هنا طبعا محتاجة شوية شوربة، زودتها بس كده عشان ايه تبقى الشوربة بتاعتها مظبوطة. سبتها على ما حطيتها واشوف ايه بتنزل مية الكوسة، اشوفها تحتاج ولا لا. لقيتها محتاجة كده شوية دول فحطيتهم لها، خدت غلوتين وخلاص. هي كده اصلا دخلت يعني دخلت في السوا، ان انا سبتها في الصلصة شوية. وهنا نعمل طبق بس شوربة لسان عصفور كده جنب الاكل. بصوا الدنيا والله كانت سهلة، الاكل ده ما خدش ساعة كله مع بعضه كده. انا كنت جاية خلصانة بس يعني كنت لازم اعمل اكل، انا كان بقالي يومين ما عملت لهمش اكل في البيت. انا خلاص بشرت قطيه وبحطها على لسان العصفور عشان تديله طعم ولون، وبحط فص ماجي. ثم طبقين اللي انا عملته، وهنزود من الشوربه كده. كانت تقريبا ايه الفرخه خلاص استوت، فانا ايه هشيلها عشان نديها بقى التحميره بتاعتها كده. تقريبا احنا ايه خلاص خلصنا الاكل. طفيت على الكوسه والرز بيتشرب، وادي لسان العصفور اهو. ونخش بقى ايه نشوف الدنيا فيها ايه ونخلص عشان احنا ايه موتنا من الجوع. انا جبت بقى الصلصه وعصرت عليها ليمون ملح وفلفل وايه وعملت الفراخ كده بالفرشه، احطها تاخد بس كده وش تحمير عشان مش عايزه احمر في الزيت. بس ده كان شكل الاكل تحفه. قولوا لي رايكم ايه يا جماعه. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.